مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، حين تتأزم الأمور وتتوالى الأحداث الجسام، يحتاج الفرد والأمة إلى وقفة تأمل ولحظة تبصر نزن فيها المواقف بميزان حساس لندرك أبعاد القضية. وبالطبع القضية هنا هي مصر، الوطن، مصر الحضارة والعروبة، مصر الماضي التليد والحاضر الذي يراه البعض مؤلما، والمستقبل الذي قد يبدو غامضا. إن ما حدث في مصر بعد 3 من يوليو الماضي، وما قيل عنه أنه انقلاب عسكري وأطاح بأول رئيس مصري مدني منتخب، وما تلا ذلك من مجازر في فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، قد أصاب كل المصريين والعرب بالألم الشديد، وهو ألم مشوب بالخوف على مصر، قلب الأمة العربية والإسلامية. لذلك نقف اليوم وقفة تأمل للمشهد بعيون عالم ومفكر وداعية تربطه بمصر علاقة حب ومودة كبيرة. مشاهدينا، دعوني أرحب بضيفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر، فضيلة الدكتور طارق السويدان، الداعية والمفكر الإسلامي. أهلا بك معنا دكتور طارق. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله المشاهدين الكرام جميعا. دكتور، بالطبع نحن نتابع ما تكتبه سيادتكم في خلال الشهرين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وندرك بالطبع رؤيتكم لما حدث في مصر، لكن نريد للحقيقة أن نستمع إليها الآن ويستمع إليها مشاهدو الجزيرة مباشر مصر، تقييمكم للوضع في مصر بعد 3 من يوليو الماضي. أولا أشكركم على الفرصة أني ألتقي بالجمهور الكبير للجزيرة، الجزيرة لها دور رئيسي في الرأي والرأي الآخر. بعض الناس قد ينتقد أن الجزيرة متحيزة، فكنت أسألهم أقول لهم طيب تريدون أن نشاهد ماذا؟ الجزيرة على الأقل تعرض الوجه الآخر، بينما الآخرين ما في وجه آخر، ما في إلا اتجاه واحد، وهذه من المصائب التي جرت في الإعلام. ولذلك من المهم جدا أن يكون هناك وقفة كما ذكرت تأمل وتقييم، ونحتاج أن هذه الوقفة تكون عقلانية. لا شك العواطف تتحرك عندي وعند الجميع، لكني علمتني الحياة أني أفكر بعقلي ولا أترك عاطفتي تتحكم بي. لماذا مصر؟ لماذا بعض الناس يكتب لي في التواصل الاجتماعي يقول أنت مهتم بمصر أكثر من الكويت بلدك، لأن مصر هي رائدة الأمة. مصر هي المرتكز الرئيسي للنهضة والحضارة والمستقبل. إذا تراجعت مصر تراجعت كل الأمة. أنا في محاضراتي من 30 سنة وأنا أكررها، لن تنهض الأمة إلا بمصر، لن تنهض. وبالتالي ما يمس مصر يهمنا. بعض الناس اللي من الأخوة المصريين المعارضين لي يقول لك مالكش دعوة، ما تتدخلش في مصر وكذا، مش بلدك. لا، بلدي مصر. أولا إن هذه أمتكم أمة واحدة، والشيء الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والأمر الآخر أنا قضيتي هي قضية أمة تريد أن تنهض، وبدون مصر لن ننهض. هي قائدة الأمة في الإعلام، في الفكر، في السياسة، في كل المجالات. فما يمكن ما نهتم بالشأن المصري لأنه شأننا. لا شك أن الثورة التي جرت في 25 يناير كانت نقلة نوعية للأمة، وكلنا تفاءلنا وتأملنا خيرا. طبعا بعدها ممكن نتحدث بعدين عن الثورات وكيف تتم مقاومتها وغيرها، لكن أنا الذي أزعجني وجعلني أستفز أنه كيف يقبل بعض الناس بما فيهم إخواننا وأحبابنا في مصر، وكيف تقبل الأمة أن يحدث انقلاب عسكري يرجع الأمة 40 سنة إلى الوراء، 40 سنة، وكيف يرضوا بكل هذه الدماء أن تجري أمام أعينهم وباسم كراهية الإخوان ولا كراهية مرسي هذه ليست قضيتنا. قضيتنا هو انقلاب عسكري رجع الأمة 40 سنة إلى الوراء، قمع وقتل وقمع للحريات وإيقاف لمشروع نهضة إسلامي عظيم. فكل هذه المسائل هي التي حركتني، وممكن بعدين أفصل لك كيف تحليلي للانقلاب وكيف تحليلي للثورة نفسها. لماذا انحست إلى الرأي القائل بأن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري؟ البعض وللحقيقة ليسوا بالقلة يرون أن ما حدث في مصر هو ثورة ثانية وامتداد للثورة 25 من يناير انحاز لها الجيش المصري كما انحاز لسابقتها في 25 من يناير. لا هذا خلط للأوراق شديد جدا. حسني مبارك بشهادة الجميع والتاريخ
كان يزور الانتخابات ويقصي خصومه ولا يعطي فرصة حقيقية، وبالتالي هو ليس أصلا حاكم شرعي، ليس أصلا حاكم منتخب. وبالتالي صحيح الذي جرى في 25 يناير من باب الإنصاف هو انقلاب عسكري، لأنه بدون الجيش ووقفة الجيش ما كان ممكن يزول حسني مبارك، هذا صحيح. لكن انقلاب على من؟ انقلاب على حاكم مستبد زور الانتخابات وزور إرادة الأمة على مدى 30 سنة. الذي حدث في 3 يوليو هو انقلاب على حاكم منتخب بإرادة شعبية. فهذا فرق، أولا فرق رئيسي جدا. بعض الناس اللي ردوا علي أن هذه ثورة وليس انقلاب، قالوا يعني هل في انقلاب يعلن عنه؟ هذا هو تعريف الانقلاب؟ يعني هل تعريف الانقلاب أنه سري؟ تعريف الانقلاب تغيير الحكم بالقوة العسكرية، هذا هو تعريف الانقلاب في الدنيا كلها. وبالتالي ماذا جرى في مصر في 3 يونيو؟ هو انتخابات ديمقراطية ولا تسليم السلطة بشكل سلمي ولا تنازل الحاكم؟ هو تغيير الحكم بقوة عسكرية، وتغيير أي حكم. هذا الفرق الرئيسي عن 25 يناير. هناك حكم مستبد الكل يجب أن يقف معه بما فيه الجيش، بينما هذا هو إرادة شعبية. صحيح في جزء من الإرادة الشعبية ضد هذا، لكن الحل ما يعالج الخطأ مهما وصل بخطأ، بل مصيبة. الانقلابات العسكرية مصيبة على الأمة. فهو توصيفه أنه انقلاب عسكري، والذي زاد على هذا أنه انقلاب عسكري دموي وفاشي. وأنا عندي تعريف لكل هذه المسائل. ماذا تريدون؟ تريدون أن نقبل هذا لمصر التي هي تسود الأمة؟ وإذا قبلناه في مصر ما الذي يمنع أن ينجر على باقي الأمة بعد ذلك باسم أنه والله ثورة شعبية ويأتي جيش يؤيدها وغير ذلك؟ اسمح لي، سنتحدث عن علاقة ما حدث في مصر بالدائرة العربية والإقليمية وإن لم يكن أيضا العالمية، لكن كيف رأيتم ما حدث في مصر بعد الثالث من المذابح، ما يطلق عليها المذابح، ابتداء كانت أحداث الحرس الجمهوري ثم المنصة ثم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى أن وصلنا في لحظة من اللحظات لحصار مساجد كما حدث في الفتح وإطلاق النيران عليها وعدد قتلى بالآلاف. كيف رأيتم ذلك دكتور طارق؟ الذي يعني عنده قدرة على التحليل وقراءة للتاريخ، وأنا الحمد لله من عشاق التاريخ وتحليل التاريخ وليس قراءة التاريخ. أنا كتبت من بداية الانقلاب، قلت الانقلابات العسكرية تمر ب5 مراحل، وفي نهايتها كتبت هاشتاج أفيقوا. المرحلة الأولى تغيير الحكم المدني بقوة الجيش، بقوة الدبابات، وهذا تم. المرحلة الثانية تعيين رئيس مدني صوري، وهذا تم. المرحلة الثالثة قمع وقتل وتكميم للإعلام، وهذا واضح جدا، كان يعني مجازر بشعة. وحتى لم يكتفوا بمجزرة الأحياء، بدأوا يعني مجزرة للأموات وللجثث، يعني شيء انتهت الإنسانية. وصار التكميم للإعلام، هذه ذكرت أن هذه المرحلة الثالثة. يعني الجزيرة مباشر اليوم أنتم لما تخرجوا من مصر ويقال هذا ثورة وليس انقلاب، الثورات تدعو إلى الحرية، تدعو إلى انفتاح، تدعو إلى استيعاب الآخر، تدعو إلى إلغاء الاستبداد. اللي مورس كله قمع واستبداد عسكري ودموي وإعلامي. هذه المرحلة الثالثة. لم أكتفي بهذا، أنا ذكرت المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة التي لم تحدث حتى الآن لكنها ستحدث، واحفظوا وأفيقوا. المرحلة الرابعة ترشيح عسكري بلباس مدني، هذه سنة. الكلام بدأ في مصر في هذا السياق. واضح جدا. منظمة حقوقية بالأمس وأول أمس دعت الفريق السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. حتى أغاني وغيرها، يعني معروفة اللعبة هذه. أنا أقول للجيل الحالي، إحنا عشنا في الستينات موجة انقلابات. والله أنا كنت أذكر أن أسمع الراديو أنتظر متى الانقلاب القادم في سوريا ولا في العراق. عشنا هذه المرحلة، الشباب هؤلاء ما عاشوها. هذه المرحلة الرابعة القادمة سيلمع السيسي ويلبس مدني وينزل الانتخابات، أو أحمد شفيق أو أي واحد آخر بس عسكري من تربية حسني مبارك وهذه الطائفة النتنة التي أدارت مصر لعقود وجعلتها تتخلف
لسنين. المرحلة الخامسة توارث العسكر للحكم بلباس مدني، فلن يكتفوا بواحد، سيظل هذه المسألة تدور إلا إذا أفقنا وأوقفنا هذه السلسلة. كان لك رؤية فيما يخص الثورات، احنا تحدثنا عن مراحل الانقلابات العسكرية، نعم. لكن ما يخص الثورات نعم. والمراحل التي تمر بها الثورات منذ بدايتها وحتى نهايتها سواء كانت سلبا أو إيجابا. نعم. أنا ذكرت هذا أيضا في بدايات الربيع العربي، وحتى بعض المسؤولين والتجار اللي يحتكوا فيه مع بداية الربيع العربي سألوني أسئلة، بالذات سؤالين. السؤال الأول: هل هذه ثورة، هل هذا ربيع عربي ولا لا؟ والسؤال الثاني: هل سيمتد على كل الأمة وبالذات الخليج ولا لا؟ وكانت إجاباتي واضحة. بالنسبة لي أنها ماذا يجري للثورات، أنا ذكرت بوضوح شديد أن الذي حدث، وإن كان اصطلح الناس على تسميته ربيع عربي، وهو ربيع بالمعنى المعنوي أنه هو خلصنا من استبداد، لكن هو توصيف الأصح هو فترة خريف، لأن في فترة الخريف تتساقط أوراق الشجر، ففي فترة الثورات في بداياتها يبدأ يتساقط الطغاة ويتساقط معهم يعني أتباع الطغاة. وفي محاضرتي في اليمن ذكرت توصيف يمكن خاص فيه، قلت الثورات 3 أنواع: ثورات كاملة، ونصف ثورة، وربع ثورة. الثورة الكاملة هي التي يتم التخلص فيها من النظام السابق بكل ما فيه من إعلام، من قضاء، من عسكر، من غيره، وهذا الذي جرى في ليبيا مثلا. طيب، هذه ثورة كاملة، وإن شاء الله تصير في سوريا كمان. نصف ثورة هذا اللي يصير فيها تغيير للحاكم وتغيير لبعض الناس اللي حول الحاكم، أبناء أو كذا، زي مصر، زي يعني، فهذا نصف ثورة. وفي ربع ثورة اللي هو بس الراس يروح وبعدين الباقي يخلوا الباقي كله موجود ويتفاهموا معهم، مثل اليمن يعني ربع ثورة غيروا علي عبد الله صالح، الباقي يعني محاولة تفاهم. طبعا أحيانا أنت ما تستطيع تعمل ثورة كاملة، يعني ما قاعد أقول ربع الثورة غلط ولا قاعد أقول نصف الثورة غلط، لكن أحيانا هذا هو الذي بالإمكان. فهذه فترة الخريف. في الخريف هذا التساقط ما انتهى، يعني هذا التساقط والثورة المضادة وغيرها، كل هذا ما زلنا نحن في فترة الخريف. في فترة الخريف لا يتساقط فقط الطغاة وأعوان الطغاة وأبناء الطغاة، وإنما يتساقط دعاة، ويتساقط علماء، ويتساقط إعلاميين، ويتساقط دعاة ليبرالية وحرية وغيرها. هذا هو، والحمد لله. يعني أنا أقول ثورة سوريا الكاشفة وثورة مصر الفاضحة فضحت هؤلاء كلهم، أصحاب المبادئ اللي يقفوا مبدأ واضح، يعني ما هو متذبذب قليل للأسف، ففضحت. هذا كله من الخريف، هذا كله يعني الذي حدث في 25 والذي حدث الآن، وكل ما زلنا في فترة الخريف اللي هو تساقط هذه الأشجار. بعد الخريف ماذا يأتي؟ يأتي الشتاء، فترة عواصف احنا الآن دخلنا فيها وستستمر هذه العواصف. هذا التوصيف أنا ذكرته مع بداية الثورات. عواصف، ويعني أحيانا عواصف تخلع الأشجار وتخلع الخير أحيانا حتى، وهذا حدث لمدة طويلة. زين، هو عادة التقديرات العلمية تاريخيا كانت في المتوسط 13 سنة. 13 سنة لكل مراحل الثورة؟ لا فترة لا، الخريف والشتاء فترة يعني. الخريف والشتاء 13 سنة تأخذ هذا المتوسط. ممكن إذا أتقن إدارتها ممكن اختصارها إلى 5، بس أنا ما أتوقع أحد يقدر يعملها في أقل من 5، ما أتوقع إطلاقا. وذكرت هذا مع بدايات الثورات. يعني إذا أصر الشعب المصري والسوري وغيره، أصروا على إكمال ثورتهم، أصروا على إسقاط هؤلاء الطغاة، رفضوا الاستبداد، رفضوا الحكم العسكري، أصروا على عودة الحرية والتعددية والاختيار الشعبي، بعد إذن سيبدأ فترة الربيع. هناك تبدأ التنمية والازدهار والنهضة والاقتصاد المتقدم، فهذه مراحل الثورات. فإحنا الآن بالنسبة لمصر نحن انتهينا من الخريف ودخلنا بداية الشتاء، وسيزداد الشتاء عواصفا قبل أن
يخمد الشتاء إن شاء الله ويبدأ الربيع. لكن بدأنا في السلسلة والحمد لله. لما كنا في أيام مبارك ما بدأت السلسلة أصلا، كنا ما قبل الخريف، كنا في صيف يعني. البعض يقول في مصر أننا حتى الآن نتمنى أو يتمنى البعض العودة حتى لحكم مبارك، خصوصا العشر سنوات الأخيرة حيث كان هناك هامش للحريات. عدنا يعني أكثر من ذلك. ما يفهم هذا. هذا لو رجعنا إلى حكم مبارك سنظل 60-70 سنة أخرى في الاستبداد. بدأت الثورات، جيل واعي، حتى الذين، أنا اسمح لي أقول، حتى بعض الذين خرجوا ضد مرسي خرجوا لأنهم يريدوا حرية، عدالة، كذا، مستعجلين على النتائج. حقهم هذا، في النهاية حقهم. لكن استغل العسكر المجرمين هؤلاء، استغلوا هؤلاء. أنا أتمنى هؤلاء الشباب اللي عندهم شيء من إخلاص يفيقوا. ما في عودة لعهد الاستبداد وعهد مبارك وأمثاله والقذافي وأمثاله. هذا يجب أن ما حد يفكر فيه. فترة ظلام وسواد انتهت من الأمة. دخلنا في الربيع، نحن الآن في شتاء، والشتاء مؤلم وعاصف. لكن إذا صبرتم لن تعودوا للصيف، ستنطلقوا للربيع إن شاء الله. السنن الكونية والسنن التاريخية تقول من خلال دراستك لها دكتور طارق، تقول ماذا؟ تقول من الممكن احتواء هذه الثورات ونظل في شتاء إلى ما لا نهاية، إلى مدى طويل؟ مستحيل. إذا أصر الشعب على المطالبة، ما يأس، ما استسلم، ظلت هذه المظاهرات، ظل هذا الإعلام الضاغط، ظل التحرك القانوني، ما يستطيع حتى العسكر بكل دباباتهم يصمدوا أمام هذا الضغط. هذا التاريخ واضح. الشعب يوما أراد الحياة، هذه حقيقة واضحة، والتاريخ يشهد بهذا. وما ضاع حق وراءه مطالب. فإياكم أن تيأسوا، وإياكم أن تستسلموا، وإياكم أن التضحيات يعني تؤلمكم إلى درجة واحد يقول حرام. حرام صحيح، هذا كله حرام، لكن حرام على من؟ حرام على الذي قتل، وليس حرام على الذي يريد الحرية. طيب، من الممكن أن تتحول الثورات السلمية تحت كل هذه الضغوط، قتل، اعتقالات، إعلام يقذف ليل نهار الناس في الشوارع ويغير حتى الإدراكات، هل من الممكن أن تتحول إلى ثورة مسلحة بشكل أو بآخر؟ طبعا ممكن. سوريا شاهد. سوريا أول ما بدأت ثورة سلمية، ليست ثورة حتى، مطالبات سلمية، فجوبهت بالدبابات. حاولوا التفاهم. أنا أتكلم مع الأخوة في ليبيا، خرجوا بنغازي. يقول لي واحد من الشباب اللي بدأوا في ثورة بنغازي، يقول إحنا بدأنا نتعلم من الثورة المصرية وكذا، كيف نتعامل مع المسيل، الغاز المسيل وغيره. بعدين فجأة وإذ ما يرموا علينا غاز مسيل، يرموا علينا رصاص 45. كيف حتواجهه؟ ففي النهاية طبعا الضغط يولد الانفجار، إلا إذا كانت قيادات تستطيع أن تتفاهم من الطرفين. أنا أدعو التيار الإسلامي وبالذات قيادات الإخوان المسلمين، لأن هذه هي أدبياتنا وهذا هو فكرنا، أنه فكر ضد العنف. وفي كل أدبياتنا وفي كل تربيتنا نحن ضد العنف تجاه أمتنا. نحن مع العنف تجاه المحتل إسرائيل وأمثالها، لكن ضد العنف تجاه أمتنا. فأدعو أن الناس ما تحمل سلاح ولا تقاوم هذا. كما قال فضيلة المرشد، سلميتنا أقوى من رصاصهم. هذا صحيح. يجب أن يستمروا على السلمية مهما كانت الضغوط. اليوم كان هناك حادثة تعرض لها وزير الداخلية محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري. معظم وسائل الإعلام المصرية يعني بشكل سريع قالت أن من فعل ذلك هم جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي. هل تعتقد ذلك؟ هل تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين هي نفت للحقيقة في بيان رسمي، والجماعة الإسلامية نفت في بيان رسمي، وكذلك التحالف الوطني لدعم الشرائع؟ لكن تقييمك أنا نزلت يعني تغريدة في هذه المسألة، أن أنا طلعت على النفي هذا والرفض، رفض التحالف، رفض الإخوان، وأنا أيضا رفضت هذا. إياكم أن تنجروا للعنف. أنا أتكلم وأنا في قيادة الحركة الإسلامية وأعرف مناهجها، وأقول لك بكل وضوح ويقين ما عندنا هذا المنهج. هذا المنهج للأسف موجود عند ناس من جماعة القاعدة، عند ناس من جماعات متطرفة. هذا ليس منهج الإخوان المسلمين.
منهجنا لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لكن إذا زاد الضغط وأراد الإنسان أن يدافع عن نفسه ما أستطيع أن أمنعه، لكني دافع عن نفسك، لكن لا تبادر لقتل، لا تبادر لهجوم. يعني العفو، يعني حتى الجيش المصري والجند، يعني كثير من هؤلاء الجنود والله ما لهم ذنب، يعني هو من أجل الرزق ولا غيره شارك. إذا شارك في القتل فمن حقي أن أقاوم من يريد أن يقتلني، لكن أنا أذهب وأقتل واحد لأن لابس لبس عسكري في الشارع؟ ما هذا منهج وفقا للتاريخ وأدبيات جماعة الإخوان المسلمين لا تعتقد أنها ستنزلق إلى هذا المنزلق؟ لا منزلق العنف. أنا لا أقول لن تنزلق، أنا على يقين، وأنا في قيادة هذه الجماعة على يقين أنها لن تنزلق، وأنا أيضا على يقين أن العسكر سيجعلها يعني شيطان. هؤلاء العسكر ليسوا عسكر عاديين، هذه فاشية، والفاشية لها 3 عناصر. الحكم الفاشي 3 عناصر معروفة لمن يحلل. رقم 1 حكم عسكري دموي طاغي، يعني يذبح ما عنده مشكلة. الأمر الثاني يستعمل تأييد شعبي بتحريض إعلامي مع تكميم كل الأفواه الأخرى، يعني تهييج وتحريض إعلامي one way، اتجاه واحد. الأمر الثالث الذي يفعله الفاشيون، واحفظوها، شيطنة فرد أو جهة حتى يستطيعوا أن يمارسوا القتل وعندهم التأييد. الإخوان المسلمين ما عندهم قتل، ما عندهم عنف، ليس في منهجنا، ليس في أدبياتنا، ليس في طروحاتنا، ونحن نربي الشباب على هذا في السر والعلن، هذا تربيتنا، ما عندنا غيرها، ولن ننجر إلى هذا. بعض الدعاة في مصر خرجوا على رأسهم مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، وتحدث عن الإخوان أنهم خوارج هذه الأمة وأنهم إرهابيون وما إلى ذلك، حتى من الممكن أن يجب أن نواجههم بالقتل وبالعنف من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش. تحدث في ذلك الشيخ سالم عبد الجليل بشكل أو بآخر، نفى للحقيقة، والدكتور عمرو خالد. هذا الاستخدام وأيضا عمرو نفى يعني بشكل أو آخر، لعل الذي أصر يعني كان الدكتور علي جمعة. لكن استخدام الدين، استخدام رجال الدين لي يعني تمهيد الأرض لفكرة الانقلاب العسكري، كيف تراها دكتور طارق؟ وهل ستنجح في تغيير إدراكات ووعي المجتمع في مصر؟ الدين له احترام شديد في الأمة، والدين جزء من عاطفة الأمة الشديدة، وكثير من الناس العوام الذي تختلط عليه الأمور بالتأكيد سيرجع إلى رأي العلماء. يعني في النهاية الله سبحانه وتعالى تعبده بما يقول العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأي واحد محتار وأي واحد متردد وأي واحد اختلطت عليه الأمور سيذهب يقول والله قال العلماء. للأسف تم استعمال الدين والعلماء استعمال سيء لأجل تثبيت الطغيان وتثبيت السلطان وتثبيت الاستبداد وإباحة الدماء وغيرها. أنا ما أتكلم عن شخص، أنا أتكلم عن منهجية. هذا من البلاوي. إذا كان الدين لا يدعو إلى الحرية ورفض الظلم وعبادة الله وحده وليس استعباد لأي إنسان، ما قيمة هذا الدين؟ أنا أسمي هذا النوع من الدين أسميه أفيون الشعوب كما سموه الشيوعيين، لأن هذا الذي يخدر الشعوب ويجعلها يعني تدوس عليها القدم العسكرية وهم يسبحوا بحمدها. فطبعا تم استغلال الدين استغلال سيء، لكن بفضل الله أيضا وجد دعاة وعلماء وقفوا موقف مشرف. آخر بيان اطلعت عليه بيان العلماء في المغرب بقيادة أستاذنا أحمد الريسوني وأستاذنا أبو المقري الإدريسي، وأحييهم وأحيي كل إخوانهم والعلماء في كل مكان. ليس كل العلماء ساروا في هذا الاتجاه. واحد يقول لي والله العلماء وقفوا، هذا علماء السلطان الذين وقفوا اللي يأخذوا رواتبهم من الحكومات. شوف للعلماء الآخرين المستقلين ما هو موقفهم. يا شباب الأمة، إذا احترتوا في موقف العلماء انظروا إلى العلماء المستقلين، لا تنظروا إلى العلماء اللي يأخذوا رواتبهم من حكومات. هؤلاء في النهاية يعني واضح أن قد يتأثروا بمثل هذا. وماذا عن وصم الإخوان المسلمين في مصر بالخوارج، وأنهم خرجوا على إرادة الشعب المصري في 30 من يونيو، خرجوا على إرادة الحكام الجدد الذين أتوا عبر ما يسمونه بالموجة الثانية للثورة أو ثورة 30 يونيو؟
الإخوان المسلمين في الثورة الثانية ما خرجوا، الآخرين هم اللي خرجوا. يعني رئيس منتخب فاز بأغلبية بسيطة صحيح، لكن أنا أذكر بوش فاز ب 670 صوت، ولا في قبل يومين في انتخابات في إحدى الدول الأفريقية 3000 صوت ولا ما أعرف كم. هذه هي الديمقراطية. رئيس منتخب، من الذي خرج على من؟ من الذي خرج؟ يعني هذا الإعلام الفاسد الهزيل الذي يقلب الأمور. من الذي خرج على الشرعية؟ من الذي خرج على الرئيس المنتخب؟ هؤلاء علماء السلطان الذين لا يبيحوا الخروج على الحاكم، كيف أباحوا الخروج على مرسي؟ كيف؟ أنا مرة كنت أناقش واحد فيهم، يعني هذا من المهازل، قلت له ما حكم الخروج على الحاكم؟ قال هذا منحرف باطل خارجي يجوز قتله. قلت له فإذا تغلب؟ فقال يصبح ولي أمر متغلب يجب طاعته شرعا. قلت له ايش هالدين اللعب هذا لعب. قبل شوية منحرف وخارجي ويجوز قتله، والآن صار ولي أمر نسبح بحمده. هذا الدين، هذا النوع من الدين هو أفيون الشعوب. يا سيدي انسى قضية الخروج، وهذا أنا لا أدعو للخروج على الأقل على هذا المنهج يتخذه كثير من أبناء التيار السلفي في مصر، ويقولون نحن أصبحنا أمام حاكم متغلب. الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومن في هذا الجانب هم متغلبون الآن، سواء بإرادة شعبية أو حتى بقوة السلاح. يجب أن نطعم حتى على الأقل درءا لسيلان الدماء في مصر. أولا من باب الإنصاف، ليس كل السلفيين على هذا الاتجاه، هناك سلفيين يرون عكس هذا، عندنا في الكويت وعند في مصر وفي غيرها، بس من باب الإنصاف. يعني الأمر الثاني، لا يجوز إسقاط فقه سياسي يناسب القرن الثاني والثالث والعاشر الهجري على هذا الزمن. اليوم مسألة الخروج على الحاكم وغيرها وولي الأمر هذه كلها تعدلت، انتهت المعادلة كلها انتهت. اليوم في اتفاق اسمه عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم. على فكرة يقولون أن الغرب هو اللي بدأها، لا، اللي بدأها لا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما في قضية ولاية سيدنا عثمان بن عفان، القصة ما هي؟ لما قتل طعن سيدنا عمر رضي الله عنه، عين الستة اجتمعوا، قال عبد الرحمن بن عوف أنا اتركوني أكون أنا أستطلع الرأي الشعبي وأختار، فوافقوا. فبدأ يستطلع الرأي الشرعي. تكملة القصة ما هي؟ فوجد أن الناس كلهم إما يريدون علي أو عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فذهب لسيدنا علي أمام الناس فقال تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، تسير على منهجهم. هذا هو الآن الاتفاق اللي بيني وبينكم، اللي اليوم احنا نسميه دستور. فقال علي لا، أنا أمشي على كتاب الله وسنة رسوله، أما الشيخين فقد اجتهدوا وهو عالم مجتهد، فأنا أجتهد كما اجتهدوا. فرفض، قال لا، أنت ما توافق على هذه المنهجية وهذا الدستور، ما نريدك. راح لعثمان رضي الله عنه قال له توافق على هذا؟ قال وافقت. إذن في عقد بيننا وبين الحاكم اسمه اليوم دستور، الذي يخرج عليه هو الذي خرج. من الذي خرج على الدستور؟ الإخوان المسلمين ولا السيسي؟ هي معادلة بسيطة جدا. فمنهجية أن السيسي صار ولي أمر، ما صار ولي أمر ولا يجوز تسميته ولي أمر، لأنه خرج على الدستور اللي اسمه العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وبالتالي هو الخارج، هو الذي يجب إطاحة به، لأنه خرج على العقد الشعبي والاجتماعي. لكن وجود شيخ الأزهر في مشهد 3 يوليو عندما عزل الرئيس ببيان من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وعطل الدستور وما إلى ذلك مما تعرفه، ألا يعطي شرعنة دينية حتى للانقلاب الذي أنت وصفته بالانقلاب؟ شوف، دائما الحكام، أنا ذكرت هذا في برنامجي الأخير تاريخنا في الميزان، حلقة كاملة ساعة اسمها علماء السلطان. ليش هناك فئة اسمها علماء السلطان؟ هذه الفئة يحتاجها الحكام لأثر الدين في نفوس الناس، فيريد هذه الصبغة الدينية التي تعطيه الشرعية، فيجدوها عند بعض العلماء. سؤال بسيط جدا، هل هذا هو العالم الوحيد في الأمة؟ طيب ماذا عن العلماء اللي في الأمة الآخرين كبار لا يقل عنه في العلم؟
هذا نرميهم علمهم. الشيخ أحمد الريسوني هذا الأصولي العظيم الكبير، ما أبي أقول دكتور يوسف القرضاوي أستاذنا وشيخ لنا أن يتهموه بولاء الإخوان. طيب الشيخ أحمد الريسوني هذا العالم الأصولي من أكبر علماء الأمة ومن المغرب، فلما يطلع بيان أن هذا انقلاب عسكري غير شرعي لا يجوز طاعته، طيب هذا أيضا رأي ديني معتبر. لماذا تأخذ رأي واحد مقرب للسلطة تدفع رواتبه وتترك رأي واحد لا يقل عنه في العلم وهو مستقل؟ لا تستغل الدين. أنا بس بالمناسبة أيضا ضد من يستغل الدين بالعكس، يقول لي والله جبريل نزل ولا ما أعرف إيش. الله يخليكم لا تلعبوا هذا اللعب، لا تلعبوا هذا اللعب. طيب احنا اليوم شعوب تريد أن تتحرر، تريد أن تعمل دستور عقد اجتماعي بيننا وبين حكامنا اللي يلتزم فيه. أنا أسميها كذا مصطلح، أقول ولي أمرنا الدستور، زين الكل يلتزم به. بصراحة فضيلة الدكتور، هل كان المستهدف مما حدث في مصر الإسلام بعينه أم مشروع تيار الإسلام السياسي؟ الذين خرجوا ليسوا فئة واحدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا شك أنا أعرف منهم شباب مخلصين يحبوا الدين ويحبوا الإسلام، لكن عندهم نظرة سياسية. هذا ما أستطيع التهمة أنه ضد الإسلام. في بعض الناس من الأحزاب السياسية الإسلامية ولا من السلفيين هؤلاء محبين للدين أيضا وقفوا، هذا فهمه، هذا تقديره. لا شك أمثال هؤلاء ما عنده كراهية للدين نفسه، وإنما تحليل سياسي، موقف سياسي، خطأ سياسي. ليش؟ هو سؤال بسيط، ألم يقف كبار علماء الصحابة مواقف سياسية خاطئة؟ طلحة والزبير رضي الله عنهم على كل علمهم ما وقفوا مواقف سياسية خاطئة، والعلماء أجمعوا على خطأها. يعني قد يخطئ المخلص، لكن أيضا ولا شك أن هناك فلول للعسكر وفلول للنظام مبارك، وهناك من تم شرائهم بالمليارات، وهناك غيرهم، هؤلاء كلهم تجمعوا، وهناك من يكره الدين نفسه. فتصنيف الناس كلهم أنهم كلهم ضد الإسلام صح، ما هو صحيح. يعني تعتقد أنه هو يعني هي خليط. بعضهم مخلص تم استغفاله واستغلاله، بعضهم عنده توجه سياسي، بعضهم يكره الدين، يعني هم ليسوا فئة واحدة بالتأكيد. طيب أنا عايز أعود لمسألة الحكم العسكري مرة أخرى قبل أن نتناول للحقيقة القضايا كثيرة، وأرجو أن يتسع صدرك لذلك. أنا صدري يعني هل هناك أي تأثير سلبي، ومن خلال دراستك للتاريخ، التاريخ العام أو التاريخ الإسلامي، هل هناك تأثير سلبي للحكم العسكري على حياة الشعوب بشكل عام؟ مصيبة الحكم العسكري، بلاء. يعني الحكم العسكري أعطيك أنا نتائج واضحة جدا. أنا عملتها في برنامج كامل اسمه رياح التغيير، موجود على اليوتيوب وموجود يعني قدمتها في برامجي في رمضان. أنا أعطيت إحصائيات، واللي يحب يقرأ الإحصائيات يفتح الويب سايت بتاعنا اسمه مشروع التغيير الحضاري، في كل الإحصائيات. نتائج الحكم العسكري في ليبيا أيام القذافي، مليارات، تقدير ثروة القذافي على فكرة ما كانت ثروة للشعب، 110 مليار دولار. طيب في هناك 12 معيار لتقدم الدول يسمونها التنافسية العالمية، 12 موجود في الورد ايكونوميك ريبورت، موجود في وغيرها. 12 معيار لتقدم الدول، اقتصاد، تعليم، صحة إلى آخره. ليبيا فيها جميعها ترتيبها فوق 100 من 130 دولة، ما عدا توفر الفلوس. فلوس كثير بس مش للشعب. طيب أين هو موقع مصر؟ هل تعلم يا سيدي الكريم أن أيام حسني مبارك مصر في تراجع مستمر حتى في التعليم؟ وصل التعليم العالي في مصر ترتيب الجامعات المصرية اللي هو المفروض نفخر فيها، وصل ترتيبها 91 من 130 دولة. هذا الذي يفعل استبداد يجعل فئة منعمة هم وأبنائهم وأسرهم وعلماء سلطانهم، وفئة معدومة اللي خرجوا للانقلاب يظنوا أن الانقلاب هذا سيعيشهم. هم دائما على فكرة في البدايات يعطوا كذا أساس الناس يكسبوا تأييدها. اصبر 3-4 سنوات وانظر المأساة الاقتصادية والكارثة التعليمية التي تحدث. هؤلاء العسكر ما يفكروا بعقلية تنمية، هؤلاء يفكروا بعقلية بندقية وبيادة.
ما يحسنوا هذه المسألة. لعل حتى نماذج باكستان، تركيا، الهند أعتقد كثير واضحة في هذا السياق. مليانة يعني. طبعا توجد استثناءات في التاريخ، لكن هذه استثناءات هي ليست الأصل. الحكم العسكري يجعل الدول تتراجع في الغالب، وإذا تقدمت تتقدم في مجال أو مجالين، بالذات الصناعة العسكرية. يعني أيام صدام حسين العراق متقدمة في إيش؟ قوة العسكرية. سوريا اليوم متقدمة في إيش؟ إيش اللي في سوريا؟ في كل المعايير فوق 100 على فكرة، في جهة كلها ما عدا في القوة العسكرية متقدمة. باكستان مشروع نووي وغيرها. طيب والله حيصرفوا على نفسهم وحيصرفوا على الدبابات، والدبابات لا تستغل ضد الشعوب، ضد الأعداء، تستغل ضد شعوبها كما رأيتم. اصحوا. كيف نظرت إلى منذ يومين كان هناك دأب شديد من قبل القوات المسلحة في هدم الأنفاق على الحدود المصرية، غلقها تماما، إغلاق هذا الجانب تماما. يتحدثون اليوم عن حماس ويقولون أنها هي الخطر الحقيقي، هي التي تورد الإرهاب والإرهابيين إلى مصر. حماس عز الأمة، حماس شرف الأمة، حماس رأس الحربة في الصراع مع العدو الصهيوني. قلب الأمة فلسطين ضايع. جماعة أبو مازن وأمثال هؤلاء من أيام أوسلو إلى اليوم ما عملوا لنا شيء. ما في أمل إلا بهؤلاء. فيأتي الجيش المصري يساهم في هذه المأساة، يساهم في حصار شرف الأمة ومجد الأمة وعز الأمة للأسف. طبعا السؤال ليس هذا، سؤال قبل هذا: لماذا احتاجوا إلى الأنفاق أصلا؟ لماذا يتم حصار غزة أصلا؟ لماذا تشارك مصر في حصار غزة أصلا؟ هذه الأسئلة المنهجية. الأمة كلها يجب أن تدعم هذه المقاومة في فلسطين. هذا واجبنا كلنا. الذي يتخلى عن هذا الواجب تخلى عن هذا الجهاد وتخلى عن فلسطين قلب الأمة. نحن لا نتخلى. تفاجأت فضيلة الدكتور بموقف التيار الليبرالي في مصر من انحيازه للانقلاب العسكري وللجيش وللفريق السيسي، على الرغم من أنه كان دائما وأبدا يتحدث عن الحريات ويتحدث عن يعني الأمة ومصدر السلطات وإلى آخره. تكلمت عن هذا من بداياته. طبعا أنا لم أتفاجأ لأني أعرفهم جيدا. هؤلاء مع الحريات التي تؤيد فكرهم وحريات التي تؤيد أحزابهم. هم ليسوا مع الحريات التي تأتي بالإسلاميين. في هذه الحالة سيتحولوا إلى قمعيين، إقصائيين، مجرمين، قتلة. ما عندهم مشكلة. كيف أنتم المفروض تؤيدوا الحرية والديمقراطية والتعددية أنتم صرتوا دعاة الإقصائية وتكميم الإعلام وقتل المخالفين وتلفيق التهم لهم. الله يخليكم يا أمة، اصحوا. هذه ليست ليبرالية، ولا هذه صورة اسمها ليبرالية، لكن في حقيقتها صورة مصلحية لمصالحهم الشخصية. هذه ليست مبادئ، هذه مصالح قاعد يشتغلوا عليها. أنا أسمي ثورة سوريا الكاشفة، وأسمي ثورة مصر الفاضحة. فضحت الليبراليين والعلمانيين، وفضحت حتى الدعاة وعلماء، وفضحت دول، وفضحت تجار. فاضحة، والحمد لله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يقولون إذا امتلكت الإعلام غالبا ستنجح في معركتك، أيا كانت هذه المعركة. في مصر يمتلكون جميع وسائل الإعلام، سواء كانت الخاصة والمستقلة والقومية. ما ينجحوا. سؤال بسيط جدا لإخوة المسلمين في مصر: ألم يتم شيطنتهم والهجوم الإعلامي عليهم وقمع كامل 80 سنة؟ صحيح. في أول انتخابات حرة من الذي فاز؟ في 5 تصويتات شعبية، استفتاء، برلمان، غيره، 5 سمت في مصر. هل في مرة من المرات فاز غير الإسلاميين؟ هذه في النهاية الشعوب تستطيع أن تستغفلها لفترة، لكن لا تستطيع أن تستغفلها طول الوقت. واليوم كان في السابق أيام احنا لما كنا صغار كنا نسمع صوت العرب وأحمد سعيد. وأنا أذكر في سنة 67 لما كان الحرب وكل شوية طاحت 100 دبابة و100 طيارة وكنا نهلل
هذاك لما ما كان في فيسبوك وتويتر والجزيرة انتهت هذه المعادلة. دكتور قليل، عندما تتحدث وتقول أنك من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالطبع تقصد في الكويت يعني بعيدا عن مصر، لماذا هذا تحديدا الآن رغم كل ما تواجهه الجماعة من حملات تحريضية وأنهم إرهاب؟ وهذا تسبب حتى على الأقل في إقالتك من كونك كنت المدير العام لقناة الرسالة من قبل الأمير وليد بن طلال مالك هذه القناة وقنوات أخرى. شوف، أما أني أنا من قيادات الإخوان المسلمين هذا يعني مسألة لا تخفى على ذي عقل. طيب، وأنا مصرح فيها مش الآن. يعني أنا رجعت من أمريكا سنة 91 وبدأت أصرح أني أنا من قيادات الإخوان المسلمين يعني، وفي المقابلات الجرائدية وغيرها، وفي الكويت وفي اليمن وفي كل مكان يعني. يعني العفو، سامحني، يعني الذي لا يعرف أني إخوان مسلمين يعني يعني يحتاج يعيد النظر يعني. أما سمو الأمير الوليد، فأنا يعني علاقتي مع سمو الأمير علاقة صداقة استمرت 8 سنوات واحترام متبادل، ويعني كان من فضل الله علي وعليه أن تشاركنا في مشروع إسلامي أفخر به، ويعني أسعد أني ألقى الله به يوم القيامة، وهو قناة الرسالة، قناة وسطية معتدلة، ويشهد الله وهو يشهد والكل يشهد أني لم أستغلها لا لإخوان مسلمين ولا لتيار ولا لحزب، ولم أقصي أحدا، والكل يعرف هذا. شوف، كلامه كان غير كده في الرسالة التي أرسل بها لسيادتكم يعلمكم فيها بأنه تم إقالتكم. بيقول لقد سأني ما اطلعت عليه من آراء نشرتموها أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن توجهات لكم تخالف توجهات القناة، حيث أردناها، يقصد القناة، منبرا للوسطية غير منتمية لأي حزب ولا متبنية أفكار أي جماعة، وحيث أن ما صدر عنكم لا يتفق مع منهجنا ومغاير أيضا للسياسة التي رسمتها اللجنة الاستشارية من خيرة علماء السعودية برئاسة المعالي كذا كذا، بل لم تكتفوا بذلك، فقد أعلنتم خلال محاضرة لكم في اليمن أنكم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى آخر الخطاب اللي حضرتك بالتأكيد اطلعت عليه. طيب، ردكم على هذا؟ أنا أعلنت هذا مش في اليمن، أنا أعلنت هذا بالكويت سنة 91 زين، وأعلنت في كل السنين. هو سؤال بسيط جدا، هل قناة الرسالة تأثرت بهذا؟ أنا إنسان صريح جدا وواضح جدا. أنا اتفقت مع سمو الأمير الوليد أن قناة الرسالة تكون قناة وسطية معتدلة مفتوحة على الجميع، لا تخضع لتيار ولا توجه من حزب، وأنا التزمت بهذا. الناس تشهد والله يشهد على ذلك. مع ذلك يقولون الاختلاف لا يفسد للود قضية. احنا علاقة صداقة ويعني احترام متبادل لفترة طويلة. هذا الموقف الذي يعني حدث بسبب، الحمد لله، يعني هذا الموقف الذي حدث ما حدث لأن أنا والله أخليت ماليا أو أخلاقيا أو إداريا أو الرسالة تراجعت. يعني في كل سنة بما فيها السنة الأخيرة الرسالة تتقدم، فما عندي الحمد لله على هذا شيء. وكذلك اللجنة الشرعية بقيادة شيخنا وأستاذنا دكتور عبد الله المنيع، يعني هم الذين يوجهوا القناة يراجعوها. فأنا ما التزمت. ما السبب في هذا التوقيت الذي يتخذ فيه السيد الأمير الوليد بن طلال هذا الموقف تجاهكم فضيلة الدكتور؟ اسألوه. يعني في النهاية أنا ردي عليه يعني كان واضح، أن أشكرك وكذا زين. أنا لن أنسى هذا الود، لن أنسى هذه العلاقة المحترمة، لن أنسى أن الرسالة هذه القناة الإسلامية ما كانت لتقوم لولا دعم سمو الأمير الوليد. لن أنسى هذا. كون أنه هو يعني اتخذ موقف بالنسبة لي ما يعجبني لا يفسد هذه العلاقة بالنسبة لي. أيضا أنا من أصحاب الوفاء. يعني أنا يسيئني جدا أن يقوم بعض قيادات الإخوان بالانشقاق على الإخوان وسب الإخوان في هذه الفترة. عيب. يعني في شيء اسمه خلق، في شيء اسمه وفاء. أنا أخلاقي تمنعني أن أقول كلمة واحدة إلا كلام خير عن سمو الأمير الوليد. طيب، بصراحة شديدة نحن نعلم عنك أنت تعلم صراحة يعني للحقيقة، يعني ولست أنا فقط ولكن كل من يعلم. الإخوان المسلمين يعني منذ ظهورهم عام 1928 على يد مؤسسها الشيخ حسن البنا، هل أفادت هذه الأمة أم أضرت بها؟ كنت في محاضرة قبل حوالي 10 سنوات، وإذ أحد الوزراء العلمانيين في الكويت في افتتاح أحد المؤتمرات يلقي كلمة، فمن ضمن كلمته ويقول: والإسلام صالح لكل زمان ومكان. وهو علماني أنا أعرفه.
هذه الكلمة الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ما كانت في الأمة قبل حسن البنا بهذه الصورة. أن السياسة جزء من ديننا، والدين رتب أمور الحياة جميعها بما فيها الجانب السياسي. هذا الكلام ما كان موجود قبل أن يأتي حسن البنا رحمة الله عليه، وغيرها وغيرها وغيرها. الإمام حسن البنا هذا فخر لمصر وفخر للأمة. الأمة أنا تتأمل في تاريخها منذ قرون لم يأتي مثل حسن البنا رحمة الله عليه. هذا الفكر الوسطي المعتدل. على فكرة بعض الأفكار التي جاء بها سيد قطب رحمة الله عليه فيها نوع من تشدد ونوع من كأن بعض الناس يفهم منها مفاصلة مع المجتمع. قد يفهم منها، وهذا صحيح، قد يفهم منها بعض الناس أن فيها الجاهلية وتكفير، قد يفهم منها، وإن كان هو ليس هذا قصده، لكن قد يفهم منها هذا. هذه الأفكار لم يتم تبنيها في فكر حسن، في فكر الإخوان المسلمين. فكر الإخوان المسلمين حدده الإمام الشهيد حسن البنا بمنهج واضح معتدل، كتابات واضحة، روحوا اقرأوها. طيب، ولما بعض الناس بدأوا ينحرفوا في قضية التكفير، جاء المرشد الثاني حسن الهضيبي رحمة الله عليه، وأنا تشرفت بلقائه. فالمرشد الثاني نزل كتاب اسمه دعاة لا قضاة. نحن ليس دورنا أن نحكم على الناس هذا كافر، هذا مرتد، هذا خارجي، هذا ليس دورنا. نحن دعاة، الذي يحكم عليهم في الجنة وفي النار وهذا الله سبحانه وتعالى. فنحن ما عندنا لا فكر تكفيري ولا فكر خارجي ولا فكر عدائي مع الأمة ولا حتى حكام الأمة، ولا عندنا فكر إقصائي للغرب. احنا من دعاة العلاقات المنفتحة مع الدنيا كلها. نحن مع اليوم أليس غريبا اليوم أن يكون الإخوان المسلمين بقياداتهم يدعون إلى التعددية والديمقراطية وتحكيم الصندوق والرضا بما يخرج الصندوق وتعديل حكم الصندوق بالصندوق. هذه دعوتنا اليوم، وبكل علن وبكل شفافية وبكل التزام. ويأتي العلمانيين والليبراليين وكذا يرفضوا. أنتم ماذا تريدوا؟ تريدوا الضغط على الإسلاميين حتى يكفروا بالصندوق ويؤمنوا بصندوق الذخائر؟ لن نفعل. لكن الفريق السيسي في خطاب لي قال أنهم وصلوا عن طريق سلم الديمقراطية للحكم، مش هيرموه، هو قال كده لفظا، ده كمان هياخدوه معاهم فوق، ولن ترون ديمقراطية مرة أخرى على يد جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي. ماشي. هذا ادعاء عن المستقبل، والمستقبل يعلمه الله عز وجل. يعني إذا وصل الإخوان سيفعلوا ذلك. ماشي. طيب أنت لما وصلت ماذا فعلت؟ هذا احنا أمر واقع اليوم. أنت أقصيت وقتلت وكممت الإعلام احنا تريدنا أن نحكم على مستقبل غيبي ولا نحكم على واقع إجرامي أمام عيوننا جميعا؟ اتهام المستقبل كل واحد يستطيع أن يدعيه. الحكم على الواقع كل ذو بصيرة وبصر يستطيع أن يحكم عليه. في نفس السياق يقولون أن جماعة الإخوان المسلمين في العام الذي حكمت فيه طبعا عن طريق الرئيس المعزول محمد مرسي كان عام فاشل في الحكم، قسم الأمة، تعدى على القضاء وعلى القانون وعلى حرية الإعلام إلى آخره مما قيل ومما اضطر من وجهة نظر البعض المجلس العسكري أو الفريق السيسي بأن يعزل الرئيس ويعزل الجماعة بأكملها حتى داخل السجون والمعتقلات الآن. شوف، أولا عندك شركة متعثرة وجبت لها مدير عام جديد وأعطيته سنة وفشل. سنة تعزل يعني أي واحد عاقل ما يعملها، يعني أعطيه فرصة بس. طيب فما بالك ببلد بحجم مصر وباستبداد 60 سنة وبتخلف في كل المجالات وبفلول يسيطروا على الإعلام والقضاء والجيش والداخلية وكذا، وبمظاهرات لم تتوقف. طيب 24 مليونية خلال سنة، 24 مليونية و350 أو 60 مظاهرة في سنة واحدة وغيرها وغيرها، ويريد أن يحكموا عليه. على كل حال أنا سأسلم جدلا أن مرسي فاشل، وسأسلم جدلا أن الإخوان المسلمين سيئين. طب هل الحل هو انقلاب عسكري؟ يعني مهما كان هذا
الحل ليس انقلاب عسكري. من ألف باء الحكمة والعقل أن الخطأ إذا سلمنا أنه خطأ، أنا لا أسلم أنه خطأ، لكن إذا سلمنا أنه خطأ، الخطأ لا يعالج بخطأ. فما بالك تقول لي والله الرئيس مرسي فشل. طيب أنت جبت لي مصيبة اسمها استبداد وانقلاب عسكري ودماء وقتل، هذا ما هو فشل، هذا نجاح. يعني اليوم مصر تعتبرها ناجحة بما فعلته من إقصاء جزء كبير من الشعب، من تكميم إعلام، من الجزيرة. واحد من أنا وأنا داخل، واحد من المذيعين عندكم 3 مرات تحرق شقته، بأي عقل، بأي منطق؟ هذا نجاح؟ وليش الاقتصاد المصري الآن تحسن لولا دعم المليارات التي جاءته ولا غير؟ يعني ما الذي سيتغير في حكم العسكر هذا؟ من إذا كان يعتبره مرسي فاشل، فحكم العسكر مصيبة مضاعفة وإرجاع للأمة، مش سنة، والله اصحوا يا شباب، والله إرجاع للأمة ما لا يقل عن 40 سنة إلى الوراء. لذلك احنا أخذتنا الحمية، ليست لمرسي، الحمية ليست لإخوان مسلمين، والله الذي لا إله إلا هو لو تأتي الانتخابات بحمدين صباحي لوافقنا، لكن لن نقبل حكم العسكر، ولا تقبلوا حكم العسكر، لأن مصيبة سترجع مصر والعرب وكل الأمة إلى الوراء. لكن الحقيقة تقييمك الموضوعي أنت فضيلة الدكتور لفترة حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. أنا إنسان عاقل، أنا أعرف أن أي إنسان تعطيه شركة وتحكم عليه في سنة في ظل عوائق لا نهائية ما يمكن، فما بالك تعطيه شركة قاربت على الإفلاس، فما بالك تعطيه شركة قيادة إدارتها كلها ضده. طيب يعني ألف باء العدل، يعني الرجل من خيرة الناس ولم يتم إنصافه. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. الرئيس مرسي رجل فاضل ومن خيرة الناس. تنقص خبرة سياسية؟ هو الاستبداد ترك أحد عنده خبرة سياسية؟ ليش أبو حمدين صباحي عنده خبرة سياسية مثلا ولا غيره؟ الله يرضى عليكم. استبداد هذا حسني مبارك وعصابته ما تركوا أحد، كان المفروض الكل يدعمه مش الكل يقف ضده. هذه ألف باء الحياة. فأنت تقول لي قيمة، أنا أقول قيمة لما تعطيه فرصة، قيمة في ظروف موضوعية. طيب لم يعطى الفرصة والظروف ما كانت موضوعية. لماذا سارعت بعض الأنظمة الخليجية بدعم الانقلاب العسكري في مصر؟ ليس الدعم المعنوي والدولي فقط، ولكن حتى الدعم المالي. 12 مليار دولار ضخت أو ستضخ خلال الأيام القادمة من السعودية، الإمارات، الكويت. أنتم في الكويت، النظام الكويتي أعطى لمصر 4 مليارات دولار. وأنا صرحت تصريح، تقييمك لهذا أولا أنا صرحت تصريح صريح جدا أنه أنا أبرأ إلى الله عز وجل من تبرع الحكومة الكويتية بأموالنا إلى انقلابيين. هذا أمر بالنسبة لنا كالشعوب رافضة، الشعوب غير قابلة لهذا. لكن على كل حال أنت تسألني سؤال مهم. شوف، حكام الخليج احنا نختلف عن كثير من الدول الثورية خلينا نسميها والجمهوريات. حكام الخليج علاقتنا معهم علاقة منفتحة، يعني ندخل عليهم، ننصحهم، ينصحونا، نشد عليهم، يشدوا علينا. هذه علاقتنا التاريخية معهم، ما بيننا عداء مع حكامنا. أيضا أمر آخر أن حكام الخليج ما يكرهوا الدين. يعني زين العابدين بن علي في تونس كان يكره الدين ويقاوم الإسلام. حكام الخليج ما يكرهوا الدين، لكن صور لهم أن هؤلاء شياطين. الإخوان يعني؟ الإخوان نعم. وبالذات الذي قام بهذا الدور هو المخابرات المصرية المتواجدة بكثافة في دول الخليج، فصوروا لهم هذا. وذلك طبعا أنت لما إنسان تصور له على مدى سنين طويلة هذا شيطان، هذا سيقلب عليك الأمور، هذا سيأخذ الحكم منك، هذا ضد الدين، يتلبس بالدين كذا. طيب يعني مع الأيام الناس تصدق أو تتأثر. أنا أقول أولا لشباب الخليج، لا تتعاملوا مع حكامكم كتعامل الدول الثورية اللي فيها حكام يكرهوا الدين نفسه، هذا فرق. الشيء الثاني أن
التعامل الأبوي والأخوي والتاريخي هو الأساس في هذا. الشيء الثالث هو دعوة يعني أخواننا في قيادات الخليج، أنتم ليش تسمعوا عنا؟ اسمعوا منا. ليش ما نجلس مع بعض وتقول والله أنت تؤمن بالعنف؟ أقول له أنا لا أؤمن بالعنف. يقول لي بلى تؤمن بالعنف. أقول له أقسم بالله العظيم أني لا أؤمن بالعنف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأنا الآن أقسمت، فالآن جيبوا لنا بينة أن أؤمن بالعنف وانتهينا. يعني عملية بس شوية حوار. والله العظيم لا نؤمن بالعنف ولا نؤيد العنف. فهذا هو منهجنا في هذه المسألة. فلو جلسنا، لو تفاهمنا، لو سمعنا لبعض، والله كثير من الخبش سيزول. خليني أتحدث عن بلدك الكويت. هل هناك يعني رؤى واحدة بين النظام الكويتي فيما يخص مصر، هو يراه ثورة ويدعمها ب4 مليارات دولار حتى هذه اللحظة، والشعب الكويتي، أم للشعب رأي آخر ورؤية أخرى غير رؤية الحكام في الكويت؟ يا سيدي، الشعب الكويتي تعود على الحرية وتعود على الديمقراطية، وأنا أفخر بأني كويتي أعيش في بلد في هذه الدرجة من الحرية. الناس ما تعرف حجم الحرية في الكويت. الحرية حسب معايير العالمية في العالم العربي دائما رقم 1 الكويت أو لبنان، وإذا الكويت مش الأول الثاني على مدى التاريخ. احنا عندنا حرية. أيضا الكويت بلد منفتح فكريا وبلد منفتح إعلاميا، ما عندنا تكميم إعلام، كل واحد اللي يسب الإخوان واللي يأيد الإخوان واللي كله مفتوح عندنا، ما عندنا هذا الإشكال. ففي الشعب الكويتي من باب الإنصاف والوضوح ليس كله مؤيد للثورة، ولا كله ثورة على مبارك ما كله مؤيدوها، ولا كله مؤيد لمرسي، ولا كله مؤيد للانقلاب. يعني الناس يعني لها رأيها الحر المحترم. هذا الذي ندعو إليه. لكن أنت ما تستشعره الغالبية هل تقف في جانب رؤية النظام الكويتي أم العكس، أم لها رؤية مختلفة؟ شوف يا سيدي الكريم، شوف أنا أيضا مرة أخرى أنا أقول لك أنا إنسان عاقل ما أحكم عواطفي. لما أقول لك الأغلبية واقفة معناها عملت إحصاء. هذا مثل الجماعة اللي خرجوا بثورة 30 يونيو قالوا إحنا الأغلبية. أنا آخر إحصائية سمعت والله شيء مخزي، والله قرأتها بنفسي، أن معنا 80 مليون من المصريين. يعني اللي ضدكم 10 مليون بما فيهم الرضع. يعني مهزلة هذه. الشعب الكويتي ما عملنا إحصائية. هناك أناس بوضوح مع الثورة، ثورة 25 يناير. في ناس اليوم مع مبارك، في ناس بقوة مع مرسي. أنا إنسان منصف. لا ينسحب على كل الشعوب الخليجية فضيلة الدكتور. بالتأكيد. زين، يعني في ناس تتأثر بالإعلام، في ناس تتأثر بشيوخ الدين، في ناس تتأثر بالحركات، في ناس تتأثر بالحكام ومواقفها. طبيعة الشعوب هذه. فكرة شيطنة الإخوان لماذا وجدت رواجا لدى البعض، يعني وجدت أريحية لدى البعض، ليس على مستوى الحكام للحقيقة فقط، صحيح. ولكن حتى على مستوى الشعوب والأفراد. صحيح. لماذا؟ هي يا أحمد معادلة بسيطة جدا. الإخوان المسلمين 60 سنة الأخيرة في السجون، ممنوعين من أي حرية إعلامية. تمام. سنة واحدة اللي صار عندهم تمكن باختيار شعبي. واحد يقول طيب ليش ما استغلوها؟ لأن ماكينتهم الإعلامية كانت صغيرة، بدأوا لكن ماكينة إعلامية صغيرة مقابل ماكينة إعلامية ضخمة جدا، فشيطنت الإخوان، جاء الانقلاب العسكري فألغى حتى الماكينة الصغيرة ممنوعة، بل حتى الماكينة التي ما هي تابعة للإخوان مثل الجزيرة زين شيطنوها أيضا معنا. طيب يعني هذه المعادلة باختصار، ماكينتك صغيرة وتم إلغائها، فطبيعي اللي بيد الإعلام سيشيطن الآخر. الإخوان استعجلوا في تصدر المشهد السياسي في مصر والتقدم بمرشح رئاسي كسب بعد ذلك وبأغلبية برلمانية شورى وشعب قبل أن يحليا. أنا كنت أتمنى وذكرت هذا لهم أنهم ما يتولوا السلطة. أنا يعني وصلت هذا لفضيلة المرشد ويعني القيادات. أنا ما أكون لسبب بسيط جدا، أنتم أولا ما عندكم خبرة، الشيء الثاني حجم الاستبداد الذي 60 سنة هذا انعكس على كارثة في كل الجوانب.
وأنتم محاربين عالميا وإقليميا، ما راح تجدوا الدعم. اتركوها لغيركم، قد يجد الدعم فينجح، لو فشل لا تحمل لكم. لكن أنتم لو تصدرتم المشهد ما عندكم الدعم الخارجي ولا الإقليمي، وسيتم شيطنتكم. هل كان هناك ظروف جرتهم إلى مثل هذا؟ أنا شخصيا أعتقد أن نعم. يعني ماذا لو ما تصدروا المشهد وجاء أحمد شفيق؟ ماذا سيفعل بهم؟ ماذا سيفعل بالقضاء؟ ماذا سيفعل بالإعلام؟ ماذا سيفعل وهو شخص عسكري في النهاية. بس بالتأكيد ما كناش يرى البعض ما كناش هنروح لانقلاب عسكري يعني. ايه بس حنكون مكنا للفلول بشكل مباشر وغير مباشر. صحيح. ليش هو العسكر؟ بعض الناس يقولون الإخوان مكنوا لأخونة الدولة. طيب أنا سأفترض هذا صحيح. بالله عليكم المحافظين اللي عينهم الانقلاب العسكري كم لواء فيهم؟ 19 لواء. 19 من كم؟ من 27 محافظ. طيب والباقي من هم؟ الباقي من هم؟ حزب وطني سابق. طيب هؤلاء ما سخروا الدولة لهم؟ لا تكيلوا مكيالين. طيب ساءك المشهد الذي قبض فيه على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قيل بعد ذلك أنه تعرض للضرب، كسر فكه أو طاقم الأسنان وأخذ إلى، قيل أنه عزب شتم بأقضاع الألفاظ. ساءك هذا المشهد؟ يا سيدي أنا يعني فضيلة المرشد له مكانة ومحبة وتقدير لفضله ولعلمه ولسنه. الذي ساءني أكثر هو قتل الأبرياء من الإخوان وغير الإخوان. الذي ساءني أكثر هو قتل أسماء بلتاجي وخواتها البريئات. ساءني أكثر قتل الأطفال، ما ذنبهم هؤلاء الأخوان المسلمين؟ وغيرها. ساءني أكثر ليس إهانة شخص، إهانة أمة وإهانة بلد كامل. هذا الذي يسوءني أكثر. ما زال البعض يعول على الدور الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي في إعادة ترتيب المشهد السياسي المصري، كما نحن على مقربة الآن من ضربة أمريكية ولعل فرنسا ستكون مشاركة على سوريا. البعض يقول أن لعل الولايات المتحدة تعيد الأمور إلى نصبها أو على الأقل تغير في هذا المشهد. شوف يعني أنا من 12 سنة ممنوع من دخول أمريكا ويقولوا أمريكا تؤيد الإخوان المسلمين. يعني شوية عقل، بس شوية منطق في المسألة. لا أمريكا يعني لا إذا تحركت ولا كذا حتى بس تذر الرماد في العيون أن احنا ما زلنا بلد ديمقراطي ونؤيد حقوق الإنسان وما يعني، لكن والله هيعملوها عشان سواد الإخوان، عيون الإخوان، مستحيل يعني. ليس هذا فقط، دعني أقول أكثر من هذا. أنا ضد التدخل الدولي في مصر. هذه يعني في النهاية لو وافقنا على التدخل الدولي في شؤون مصر لأنه لصالحنا، سنسمح في يوم من الأيام بالتدخل الدولي في مصر لأنه ضدنا. ما نكيل بمكيالين. نحن لا نؤيد التدخل الدولي في شؤون مصر، لا معنا ولا ضدنا، لكننا نؤيد الوقوف مع حقوق الإنسان معنا ومع غيرنا. بس هذا هو المبدأ. فلا نريد تدخل دولي، نريد حماية حقوق الإنسان. معادلة بسيطة. انعكاسات ما حدث في مصر وما تطلق عليه انقلاب عسكري على محيط مصر العربي والإقليمي وحتى الدولي، كيف ترى؟ إذا مر الانقلاب العسكري واستقر وجاء حاكم عسكري بلباس مدني والمعادلة التي ذكرتها، سيصبح من السهل جدا تكرار مثل هذا المشهد في أي مكان آخر وباسم انقلاب عسكري بتأييد شعبي. يكون فتحنا باب فساد شديد، القانونيين يسمونه فتحنا سابقة. فانعكاسات خطيرة جدا. الانعكاس الأخطر من هذا هو الانعكاس على حرية الإعلام وحرية الإنسان وحقوق الإنسان. إذا قبلنا هذا في مصر فسيصبح من السهل قمع حقوق الإنسان، مسلم وغير مسلم، حتى غير المسلم من السهل قمعه لأنه تم في مصر، فيكرر في هذا. ولذلك احنا ضد هذا، لأنه المسألة من أصلها منهجيتها فيها خلل.
بصراحة شديدة إذا فشلت الثورة المصرية، هل ترى أن ذلك سينعكس على بقية دول يعني الربيع العربي أو الخريف كما تطلق عليه أنت؟ لا ما ينعكس في ظني. زين يعني قد يؤثر، لكن هل تتراجع؟ أنا أعتقد أن هناك، وأنا زرت كل الدول يعني هذه، هناك معادلات داخلية يعني حجم تأثيرها أكبر بكثير من حجم التأثير الإقليمي أو حتى الدولي. فبالتالي أولا لن تفشل الثورة المصرية المباركة، ثورة 25 يناير، ولن يستمر هذا الانقلاب العسكري، لن يستمر. باطل له جولة لكنه لا يكسب المعركة، والله سبحانه وتعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذا استمر الشعب المصري مصر على رفض الانقلاب سيسقط الانقلاب، لكن جدلا سأسير معك، لا ما أعتقد أنه سيؤثر لكنه لن ينعكس. نكمل بعد فاصل. مشاهدينا فاصل قصير نتلقى بعده اتصالاتكم الهاتفية. من يريد أن يتواصل مع دكتور طارق السويدان عبر الجزيرة مباشر مصر، ستكون الأرقام ظاهرة على الشاشة تباعا بعد هذا الفاصل القصير، وبقية الحوار مع الداعية والمفكر الإسلامي دكتور طارق السويدان. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. هذا هو الجزء الثاني من هذا الحوار الخاص مع فضيلة الدكتور طارق السويدان الداعية والمفكر الإسلامي. أهلا بك مرة أخرى معنا دكتور طارق. والآن جاء وقت الاستماع إلى آرائكم أو أي أسئلة تطرحونها على فضيلة الدكتور طارق السويدان، وأبدأ من مصر والأستاذ عبد القادر من مطروح. أهلا بك معنا أستاذ عبد القادر. سريعا اطرح سؤالك يعني. نقول نشكر أول مرة الأستاذ طارق سويدان، وعايز نقول ان احنا الظلم عندنا جار، وصل المرحله متعديه خالص. الظلم عندنا قتل وبطش ونشكو، ما عندناش مشكله الله سبحانه وتعالى. احنا ندعو كل يوم ونقول يا رب، ولكن الظلم عندنا وصل لمرحله خطيره خالص. اللي يتكلم ينحبس، وظلم وقتل، ويعلم الله سبحانه وتعالى. ايش نديروا احنا من الظلم؟ يا اخ عبد القادر لك سؤال لفضيله الدكتور. عايز نقول ايش نديروا احنا الظلم؟ ندعو ونصلوا ونديروا ايش غيرك. طيب. شكرا سيد عبد القادر. نتحول إلى ونشكر قناة الجزيرة، نشكر قناة الجزيرة شكر خاص. شكرا يا سيد عبد القادر. أتحول إلى الإسكندرية السيدة أم حسين. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. اتفضلي يا فندم. فضلك الله على العالمين. احنا نشكر الدكتور طارق السويدان طبعا، لأن ده رمز برضو لنا كبير قوي، ونتمنى يعني علمائنا اللي في مصر ياخدوا نبذة حتى منه، مش كله، مش عشان هو إخوان وإحنا مش إخوان، بس إحنا مسلمين موحدين بالله، فاللهم لك الحمد. إذا كان من هنا أو من هنا أو من هنا فكلهم أبنائنا، بس بالله عليك إحنا عايزين الحس الشبابي، الحس الشبابي للانقلاب ده. طيب دور الشباب يا محسن، قصدك كده دور الشباب فيما يحدث الآن؟ لا، والقناة تحس الشباب بالوطنية، بالوطنية الجامة. هم عندهم والله حاجات كتير، والله عندهم حاجات حلوة للبلد. طيب وصلت الفكرة محسن. نتحول إلى الغردقة والأستاذ شريف صبحي. اتفضل يا أستاذ شريف. الو السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بحيي الشيخ طارق السويدان جدا، وانا عندي يعني رؤيه وسؤال عايز اطرحه. ان يعني قيادات الاخوان كلها في مصر طبعا في واضح في تعنت جامد ضدهم، وحبس واعتقال وتعدي على المظاهرات والمسيرات السلميه. يعني اصبح دلوقتي في مواجهه جامده ما بين الجيش والشرطه ومعاهم الاعلام والقضاء. يعني في بعض الشباب بدأ يحبط. احنا من المؤيدين الشرعيه، يعني الناس بتخرج وكل حاجه، بس في بعض الشباب بدأ يجيله حاله احباط من حته ان انا شايف ان الدوله كلها ضدي، بما فيها الاعلام، بما فيها القضاء، بما فيها حتى القضاء مش منصف. يعني حتى اللي بيروح للقضاء حتى لو ماشي في مسيره بيتلفق له قضيه. يعني المخرج ايه؟ يعني انا هو الشيخ بصراحه اعطانا تفاؤل ان احنا فعلا ممكن الشرعيه ممكن تكتر ان شاء الله باذن الله. وصلت الفكره يا استاذ شريف. شكرا. المخرج ايه اذا كان في ثوره 25 يناير؟ جميل. انا يعني وصلت الفكره وانا كتبت سؤال. ناخد الاتصال ده بعد كده نجاوب على 4 على الاقل. استاذ سعيد من الولايات المتحده الامريكيه. اتفضل يا فندم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحقيقة عايز أناقش نقطة مهمة من خلال مناقشتي لأهل في مصر أو أهل مراتي. بلاقي إن هم بيشجعوا الانقلاب العسكري رغم المشاهد الدموية ومظاهر عدم المروءة وعدم الشهامة اللي احنا بنشوفها في الفيديوهات. الحقيقة يعني قلبي يعتصر. فالسؤال الملح اللي بيلح عليا، هل الإنسان المصري أو جزء كبير من الشعب المصري فاسد بطبعه؟ وهل غياب المروءة وغياب الشهامة وغياب حتى أعمال العقل هل هي ظاهرة في مصر بس ولا هي ظاهرة في العالم العربي كله والعالم الإسلامي؟ الحقيقة أنا يعني حزين جدا لما يحدث في مصر. طيب شكرا جزيلا أستاذ سعيد. أتصور أن يحدث كذا. شكرا جزيلا أستاذ سعيد. نجيب على الأربع ونبدأ بالسيد عبد القادر، كان معنا من مرسى مطروح، كان يعني دعوة وما إلى ذلك. نعم، يعني هو تكلم عن أن وصل الظلم إلى مرحلة خطيرة، ويعني أنا بالنسبة لي شيء مزعج لا شك، ألم شديد. الأخ يعني سعيد ذكر فعلا حزن شديد على المشاهد لكن في نفس الوقت لما نشوف وأنا داخل قاعد أشوف مظاهرات الليلية. طبعا سيأتي أنصار الانقلاب يقول لك يا أخي قلت أعدادهم وهم هو طبعا فرعون من قبلهم قال إنهم لشرذمة قليلون. طيب سؤال بسيط، الذين يخرجون رغم كل هذا الضغط ورغم كل هذا الحشد الإعلامي ورغم كل القتل ورغم كل القضاء الفاسد اللي يلفق لهم الاتهامات، أنا عندي المعادلة اختلفت لما تقول لي يخرج 1,000,000 في أجواء حرية ولا يخرج 1000 في أجواء مثل هذه. هذه هي المعادلة. افتحوا الأجواء وشوفوا الأعداد كم. فكون أن هناك أناس رغم كل الخوف ما زالوا مصرين على الحق وعلى رفض الانقلاب، انقلاب اسمعوا انقلاب باطل فاسد شرعا وواقعا وموضوعا ومستقبلا من كل النواحي فاسد. فوقوف الناس على هذا الظلم يعني ضد الظلم احساس البعض بالاحباط. نعم. وحث الشباب يعني علشان ندخل على طيب يعني شوف في هذه المسألة مسألة أنا اللي أعرفها من قراءتي العميقة للتاريخ، ما ضاع حق وراءه مطالب. إذا ألقوا الناس الأمل وألقوا الإصرار سيسيطر العسكر وسيستبد العسكر بهم. إذا ظلوا صامدين رغم كل التضحيات سينتصروا يوما ما. فيعني وإذا كان واحد سأل يعني ما هو نصيحتي لقيادات الإخوان، هو ليست لقيادات الإخوان، الإخوان هم جزء من المعادلة، هي لكل من هو رافض للانقلاب. نصيحتي استمروا اصمدوا، والله تهزوهم هزا، لا تستقلوا ما تفعلون، تهزوهم هزا. الأمر الثاني إياكم أن تنجروا للعنف، هذا الذي يريدونه هم. حتى قد يلفقوا بعض الأحداث ويعني ويحسبوها على الإخوان. يعني أنا ما أستبعد أن الذي جرى اليوم لوزير الداخلية قد يكون تلفيق، لكن في كل الأحوال هو مرفوض. طيب لكنهم سيفعلوا هذا، يعني هذه حركات حفظناها. فلا تيأسوا ولا تنجروا للعنف، هذه أهم نصيحة. طيب نذهب للاتصالات. الأستاذة شروق من المنصورة، تفضلي يا أستاذة شروق. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحييكم الصراحة وبحيي الدكتور طارق السويدان وبشكره شكر جزيل على موقفه. بس كنت عايزة أسأله إنه هل لو فعلا دلوقتي إحنا نجحنا إن إحنا نقضي على الانقلاب ده، هل بيأيد إنه الدكتور مرسي يرجع تاني للحكم أو إنه الإخوان المسلمين يمسكوا تاني الحكم؟ طيب وإيه الحل في المرحلة القادمة؟ شكرا جزيلا أخت شروق. نتحول إلى الأستاذ محمد عبد المولى من حلوان، تفضل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد اسمعني عبر التليفون بعد إذن حضرتك. أستاذ محمد. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ محمد، اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد هل ما زلت معي؟
طيب أتحول إلى الأستاذ ربيع من الأردن. تفضل يا أستاذ ربيع. أستاذ ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. والله أنا مبهور برد الشيخ، ولكني مش متفهم حتة مجرد الرد على حكام الخليج. يعني مش متفهم حتة الشيخ في تحليل وتبرير موقف حكام الخليج. شايف ان هو يعني بيبرر لموقف حكام الخليج؟ لا، انا مش بقول انه مبرر وما بتهموش، ولكن عايز يكون اشد مصداقيه واشد يعني في الموضوع ده. طيب شكرا اخي ربيع. نتحول الى محمود شندي من حلوان. تفضل يا اخي محمود. محمود شندي من المعادي. ازيك يا استاذ احمد؟ من المعادي. ازيك يا استاذ محمود؟ عفوا يا فندم. تفضل. تحياتي للدكتور طارق. دلوقتي يا فندم الوضع القائم دلوقتي، الدكتور طارق بصفته قيادي اخواني في الكويت ومعظم قيادات الاخوان او كلهم هنا في مصر ماسكين في السلميه فعلا، وانا اعرف شباب من الاخوان متمسك بالسلميه، والسيسي واخدنا لنموذج سوريا الطياره على فكره. احنا رايحين نموذج سوريا، رايحين على فكره. هنروح السيسي متوقع حجم الازمه اللي في مصر. 90 مليون يروحوا فين؟ سوريا راحوا تركيا، راحوا الاردن. 90 مليون بتوعنا لو بقوا لاجئين مين يشيلنا؟ قصد حضرتك، خليني افهم منك سؤال محدد، قصد حضرتك ان السلميه مش هتنفع من وجهه نظرك؟ لا، هي الاخوان واللي في الشارع متمسكين بيها، بس السيسي بالضغط والاعتقالات وحرق الجثث والقمع الموجود مودينا سوريا، مودينا سوريا. طيب. 90 مليون شكرا. مين يشيلنا؟ ليبيا عندها ظروفها. شكرا استاذ شندي من المعادي. اتحول الاستاذ هشام من القاهره. تفضل يا استاذ هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا فندم. احب اشكر الدكتور طارق سويدان، واحب اساله ايه رايه في الفتاوي اللي عملها الشيوخ بتوعنا في الزمن ده، واحب اقول له ان فعلا في احرار في زمن العبيد. نعم. شكرا جزيلا استاذ هشام. شروق بتقول هل تؤيد عودة مرسي حاكما مرة أخرى أو عودة الإخوان المشهد السياسي عندما تهدأ الأزمة؟ يعني قبل هذا هي كانت شكرتني على موقفي. الحقيقة أنا يعني هذا موقف منطلق من مبادئ، من قيم. الحمد لله ما عندي مصلحة، ويمكن بعض الناس لاحظوا أني خسرت بعض المصالح، لكن لأنه مبدأ، والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن القضية لها علاقة بالإخوان لوقفت نفس الموقف، لأنها لها علاقة بتراجع أمة وانقلاب عسكري وفساد. أما رجوع مرسي فالحل القانوني المنطقي هو رجوع مرسي، لكني أتمنى له رجع أن فورا يدعو الانتخابات ويسلم الحكم لغيره يعني، وهذا كان ممكن يتم لو صبروا عليه قليلا. فالعودة الشرعية هي الأساس المنطقي. الحل المستقبلي يعني ما هو؟ طبعا هناك يعني أحد حلين، أن وهذا الأفضل أن العسكر هؤلاء ينكسروا وترجع الشرعية كما حدث في شافيز في فنزويلا وتايلاند والأرجنتين. هي ليست بدعا مما حدث، كلهم عملوا انقلاب عسكري وكلهم رجعت فيهم الشرعية، فهذا وارد، لا تلغوه من حساباتكم. الحل الثاني أن تحدث الانتخابات في ظل حكم العسكر، إذا المخلصين دخلوا فيها بقوة وأصروا على أن تكون نزيهة بقوة واختاروا شخص يعني متميز من الذين يعني واضح أنه ليس منحاز للعسكر، هذا الذي يخرج الناس من السجون ويجمع الصفوف. هذا حل آخر. ده ممكن ما يكونش متوقع في ظل كل هذا التعنت يعني البديل لهذا هو الخطر الشديد الذي أشار إليه الأخ محمود. هؤلاء العسكر سيجر مصر إلى نموذج السوري. نحن سنقاوم العنف وسنقاوم جر مصر إلى المعسكر السوري ولا النموذج السوري. الآن الناس تحكم ما هو موقفنا وما هو موقف هؤلاء العسكر. طيب ربيع كان شايف ان حضرتك كنت يعني بررت بشكل او باخر موقف حكام الخليج، خصوصا طبعا بيتحدث عن السعوديه والامارات والكويت ودعمهم للانقلاب العسكري. يعني انا يعني فعلا ما احب ادخل في نيات الناس، يعني انا لست يعني المطلع على النيات هو الله سبحانه وتعالى. احنا نتعامل مع الناس بظاهرهم ونحن نحتك بهم بشكل يومي.
ما دام هناك مجال للرفق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. لكن ابتداء أنت رافض لهذا الموقف ابتداء. أنا ذكرت هذا بوضوح، يعني أنا يعني ذكرت أن تأييد الانقلابيين بأي صورة، إعلام، مال، سياسة، غيره، بالنسبة لي كله مرفوض، لأن ما بني على باطل فهو باطل. الحقيقة احنا حضرتك جاوبت على سؤال الفتاوى، فتاوى اتكلمنا عنها سابقا. الحقيقة أنا عايز بس أعود لي تويتة حضرتك كنت كتبتها، قلت فيها لا يمكن شراء مصر بالمال فهي أكرم وأعز من ذلك، لكن هل يمكن شراء بعض القادة؟ وسألت هذا السؤال وأنا أطرحه عليك الآن. طبعا وأنا يعني العفو، أنا أملك من الحيل أني أقول رأيي على شكل سؤال. فأسئلتي على فكرة كل أسئلتي هي ليست أسئلة، نعم، وإنما هي إبداء رأي. فطبعا مصر لا يمكن شرائها مهما وصلت الأموال من داخل مصر ومن خارجها، ما يمكن شراء مصر. لكن هل ممكن شراء السيسي، قادة عسكريين، علماء دين، إعلاميين؟ طبعا ممكن. فالجواب على نعم. ولذلك يعني الذي يعني بعض الشباب البريء يظن أن المسائل يعني صافية هكذا، لا يا ابني، يعني شوف المال ماذا يفعل يعني. نعم. الأستاذ إبراهيم من الكويت، تفضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فندم تفضل. والله يا فندم أنا حبيت بس المداخلة بتاعتي ديت أرد على الأخ اللي اتكلم من شوية وسأل هل يمكن أن تتراجع المظاهرات الشعبية. فأنا ببلغه من واحد حضر في رابعة وقعد مع المجموعات اللي كانت موجودة والشباب اللي كانوا موجودين، وأنا الحين في الكويت، وكل يوم بفكر في زمايلي اللي سبتهم والشهداء اللي قدموا حياتهم فيهم، وبقول إن شاء الله أنا شفت رجال لن يتراجعوا ومش هنفرط في الدم، وببلغ السيسي وببلغ كل الانقلابيين ان احنا مش هنفرط في ولا نقطة دم سقط، وان شاء الله الانقلاب سيندحر، وان شاء الله الشعب المصري الابي لن يتراجع. شكرا ابراهيم. اتحول لابراهيم اخر لكن من الصومال. تفضل يا استاذ ابراهيم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي تفضل. انقطع. اذهب الى احمد من ايطاليا. تفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد. ايوه طيب. معاك. اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك او كلمتك يعني. اتفضل. السؤال لو سمحت دلوقتي احنا عاشرنا، انا عندي 35 سنه. 35 سنه عمري في حياتي ما قريت كتاب الدستور الا في عهد الدكتور محمد مرسي. يعني هم دلوقتي خطفوا مننا الدستور، خطفوا مننا الشرعيه، خطفوا مننا البني ادمين اللي هي بتعارض تقول لا. في شرع مين؟ انا عايز افهم في شرع مين؟ حتى الجزيره اللي احنا كنا بنسمعها بره وكنا بنسمعها ومفيش اي حاجه بتدل على، كتموا الافواه كلها. انا عايز افهم يعني ده كله ليه؟ هل ان ده كله الشعب او الناس الاعلاميين او الناس السياسيين ما هياش عارفه ان ده انقلاب؟ طيب شكرا اخ احمد، كنت معنا من ايطاليا. تحول الى سلطنه عمان. ابو احمد من سلطنه عمان. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاول بشكر الدكتور طارق السويدان، لانها لما نشوف ناس شرفاء زي الدكتور طارق السويدان اقسم بالله جبت شكر لله ان انا مصري وحزين على اخواني المصريين قبل ما يكونوا اخوان مسلمين وقبل ما يكونوا مسلمين، حزين عليهم. فجبت شكر لله ان انا شفت ناس شرفاء زي الدكتور طارق السويدان. الله يحييك. شكرا. وللاسف الشديد واحد الدكتور عمرو خالد اللي كان في يوم من الايام بيحكي قصه سيدنا موسى، وبيحكي عن ان واحد بيقول للامام الشافعي على ما اعتقد. يعني احنا بس عايزين ندي فرصه للاخرين ومش عايزين في نفس الوقت نجرح في اشخاص بالاسم. سيد ابو احمد المفروض يا استاذ احمد معلش يا ريت برضو الجزيره احيانا صارت تردد قنوات القدس والقنوات اللي ضد الانقلاب، بحيث المصريين يشوفوا الجزيره
وقنوات اخرى، عشان مش معقوله كل القنوات دي كذابه. والاعلام شكرا يا ابو هو اللي احمد، وصلت فكرتك. نتحول للاستاذه هدى من الاسماعيليه. اتفضلي يا استاذه هدى. انا عندي دشام ابني 16 سنه طلع مع المظاهره اللي هي يوم الجمعه اللي قبل رمضان. وبعدين الولد 16 سنه، طبعا مش هحكي لك ان بقى حمام دم اخدوه اسم ثالث، حمام دم لعيل 16 سنه. وبعد كده عيل طفل زي كده اخش يقوم الاقيه 13 متهمينه ب 13 تهمه. 13 تهمه، شروع في قتل ومش عارفه. انا مخي لغايه دلوقتي مش مستوعب اللي قاله المحامي اللي ضايفينه للعيل. رحت مديريه الامن بقول له يعني لما يكون واحد في السن ده وينضاف له كل المصايب دي على طفل، خلوها 2 3 على قد سنه. طيب انت تضيف له ليه كل الجرايم دي على عيل 16 سنه طالع؟ اسمه ايه يا حاجه هدى؟ اسمه ايه؟ اسم ابنك ايه يا حاجه هدى بس عشان اسمه ايه؟ ده هشام محمد سليمان. طيب شكرا يا ست هدى، شكرا جزيلا. ابراهيم من الكويت كان بيقول احنا مش هنفرط في الدم واحنا مستمرين بشكل او فكره انه واضح ان لا في ناس مستمره حتى رغم كل ما شاهدنا، وهذا واضح جدا بفضل الله. يعني الثوره المصريه الاولى والصمود الذي نراه ارانا نماذج يعني فريده من الصمود اللي بعض الناس كانوا يظنوا انها غير موجوده في مصر. فيعني اللي رايناه من تضحيات سابقه في 25 يناير واللي رايناه في رابعه وما تلاها وما قبلها، الحقيقه يطمني ان رغم كل التضحيات رغم كل الالم بس في النهايه هذا الصمود هو الذي سيسقط الانقلاب. فاستمروا مرة أخرى، ما ضاع حق وراءه مطالب. الموقف الأخير بتاع الحاجة هدى إن ابنها 16 سنة والله شيء مؤلم يعني. ده كتير الله يعني يا أختي هدى، أولا يعني لك الأجر في الدنيا ولك الأجر في الآخرة، ويعني الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن ظلمك وظلم ابنك، وينتقم ممن يعني أصابه بجروح ومن يعني اتهمه باتهامات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لما تكلمت عن يعني تزوير القضاء، فبعض الناس أرسلوا لي قالوا كيف تشكك في نزاهة القضاء؟ قلت مش أنا، ليس أنا الذي شككت في نزاهة القضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فهذا يعني فاطمئني، الله سبحانه وتعالى سيأخذ لك الحق إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة، أنت وكل أخواتك الذين تعرضوا لمشاهد مثل هذه. هل بعد ما حدث في مصر من الممكن يعني على حد تعبير أحمد كان من إيطاليا يكفر الناس بالديمقراطية بصندوق الانتخابات؟ أنا أعتقد أنه هو السيسي وجماعته يدفع مصر ويدفع الأمة في هذا الاتجاه، ونحن كإسلاميين سنظل نقاوم لأجل ألا يكفر الناس بالصندوق، ولأجل ألا يؤمنوا بصندوق الذخائر. سيظل منهجنا منهج الصناديق، سواء جاءت بنا أو جاءت بغيرنا. وأنا كنت من زمان، من 5 سنين عملت محاضرة، قلت إحنا ما عندنا خيار إلا هذا الخيار، وإذا الصناديق جاءت بغيرنا فمعناها لازم إحنا ننزل الميدان وندعو ونفهم الناس ما هي منهجيتنا ودعوتنا. إذا الناس لم تختارنا العيب فينا مش العيب في الإسلام. فطبعا السيسي وجماعته سيجعل الناس يكفروا بدستور وصناديق وشرعية ومعارضة وإعلام حر، وهذه نتائج الاستبداد ونتائج الانقلاب. يا من تدعمون الانقلاب، هل هذا الذي تريدونه لأمتكم؟ نحن نرفض هذا. يعني النتيجة النهائية يعني الخلاصة أن إذا الإعلام الحر مثل الجزيرة مباشر مصر وغيرها تمنع، ويبقى الإعلام الهزيل. أنا تكلمت عن الإعلام المصري الهزيل اللي قبل يومين أنا شفت مقابلة عاملينها مع حفيد سيد قطب رحمة الله عليه. سيد قطب لم يتزوج، كيف عملتوا لي حفيد لسيد قطب؟ يعني مهازل شيء لا يقبل. فهذا هو المستوى الذي تريد أن يعني الحضيض الذي تريد أن تسقط الأمة فيه، لن نقبل. وماذا عن أوباما الإخواني وأخو أوباما اللي هو عضو التنظيم الدولي؟ تكلمت عنها أيضا. مهازل يعني عيب أن نرد
لأن فعلا حضيض يعني وصلت إلى مهازل يعني. طيب نعود إلى أنا بس أحب أقول كلمة بس يعني، لأن الأخ أبو أحمد الله يحفظه أشار إلى أخي عمر خالد، وعمر كما يعلم الجميع له محبة ومعزة خاصة، وعمر يعني طلع بيان واضح جدا أنه لم يؤيد لا قتل ولا انقلاب، وأنه كان يتكلم للناس اللي في سيناء أنه يدافعوا عن بلدهم. على فكرة نحن ضد أي جندي يقتل في سيناء، ونحن نعتقد أن الذي يقتلهم مجرم، وأننا مستعدين نحط إيدنا مع يد الدولة ضد هؤلاء الذين يقتلوا هؤلاء. هذا إجرام لا نقبله وليس منهجنا. طيب فأنا بس أحب أوضح كلمة يا أخوان الله يخليكم، ميزوا أولا بين الكلام الصريح والكلام المجزأ. يعني في كلام صريح متسلسل وفي كلام مقطع وكذا. البعض يعني عاتب وعاب، وممن يحبون حتى الدكتور عمرو خالد وهو له شعبية في مصر أنه لم يكن له موقفا واضحا من حتى المجازر التي حدثت في الشوارع، ولم يحمل المسؤولية لأحد. والبعض يقول هذا دور الدعاة في هذه الأزمات، لو لم يخرجون علينا ويتحدثون بصراحة متى سيخرجون؟ شوف يا سيدي الكريم، هناك أنواع من المواقف. بعض الناس على فكرة يقولوا هذه فتنة، فأنا أجبت على هذا أيضا في تغريداتي وقلت فتنة لمن اختلطت عنده الأمور. الأمور ما هو واضحة عنده فتنة، فاللي اختلطت عليه الأمور قد يكون على فكرة عالم من العلماء. أسامة بن زيد اعتزل الفتنة، وأبو موسى الأشعري اعتزل الفتنة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من علماء الأمة الكبار اعتزل الفتنة. فيما بعد قد يستيقظ هذا ويرى أنه خطأ. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول عن نفسه، يقول ما ندمت على شيء في حياتي ندمي أني لم أنصر علي بن أبي طالب، فإنه كان على الحق، لكن ما انتبه لها إلا في آخر عمره. فميزوا الذي يعتزل، وإن كان إحنا موقفنا نعتبره أضعف من غيره، لكن بالنسبة لمن تختلط عليه الأمور لا نطالب بأكثر من ذلك. الأفضل من هذا هو الذي تتضح لديه الأمور، عنده موازين، عنده معايير واضحة جدا، فيقف موقف صلب لمقاومة الباطل. لكن يا أخوان لا تعادوا، يا أخواتنا يا أخواننا لا تعادوا من اعتزل الفتنة، من كان له موقف حيادي، لا تعادوهم. تريدوا تعادوا كل الأمة. نحن نعادي الباطل ومن يصر على الوقوف مع الباطل، يعني حتى الذي وقف مع الباطل وتراجع لن نعاديه، لكن الباطل والذي يصر عليه. أما الذي اعتزل والذي تردد والذي تراجع ليس بيننا وبينه عداوة، ولا نتكلم عنه إلا بالحسنى. اليوم الأحزاب الإسلامية والوسطية، وغدا من؟ وتذكروا أكلت يوم أكل الثور الأبيض. عن مصر أتحدث. طارق السويدان في تدوين له على تويتر. نعم. ماذا تقصد؟ اليوم بعض الناس اللي يعني بعض الأحزاب الإسلامية أو شبه إسلامية، بعض الأحزاب السلفية اللي واقفة مع الانقلاب وتريد وتتصور أنها ممكن تنقذ ما يمكن إنقاذه، الكلام موجه لها. أكلت يوم أكل الثور الأبيض. سكوتكم عن هذا يعني أن تحاول ما في مانع، لكن أن تسكت عن هذا الباطل، أن لا تقاوم هذا الباطل، سيأتيك الدور. نتكلم بصراحة أكثر. حزب النور تقصد؟ حزب النور لا، ما قصدت بصراحة شديدة، يعني لما كتبت ما قصدت حزب بعينه، لكن وإنما قصدت كل الأحزاب اللي وقفت مع الانقلاب وواضح أنها ليست مع الانقلاب 100%. زي يعني عندها شيء من قيم، عندها شيء من المبادئ، كلام موجه لها. تقييمك لموقف حزب النور بما أننا نتحدث بشكل واضح وصريح؟ يعني مرة أخرى في نيات وفي مواقف. طيب، ومن لم يشكرك على حسن النية لم يحمدك على جميل الفعال. أنا ما لي شغل بالنيات، يعني في النهاية أنا ما لي شغل كل وبالتأكيد النيات. نحن لا نتحدث عن نيات فاسدة باطلة، يعني هذه بينهم وبين الله يحاسبهم عليها. أما الموقف فموقف بالنسبة لي موقف ضعيف، ما أريد أقول موقف باطل لأنهم ليسوا كالباطل المباشر، لكنه موقف ضعيف وفهم من هذا الضعف تأييد الباطل، وأنا لهم أن يعيدوا حساباتهم. طيب،
في الحقيقة يعني أمامي وقت قليل، والحقيقة نحن مستمتعين بشكل كبير بهذا اللقاء، لكن إذا تركت لك الوقت المتبقي وأقل من دقيقتين، كلمة لك أخيرة بالطبع في سياق المشهد المصري، ماذا تقول؟ أولا طبعا شكر لك وشكر للجزيرة والجزيرة مباشر مصر على يعني إتاحة الفرصة وعلى إعطاء الفرصة لكل الاتجاهات. وأشكركم على أنكم تنقلوا الصورة التي امتنع كثيرين من نقلها، ولولا هذا ما كان الناس عرفوا الصورة، فالشكر لابد أن يقال لكم. كلمة أخيرة لأحبابنا وأهلنا في مصر. أولا يعني فرقوا بين المواقف السياسية والمواقف الدينية، بمعنى إياكم أن تنجروا للتكفير، يعني حتى الذين يقتلونكم لا تكفروهم، هذا ليس منهجنا. طيب هذا مجرم، هذا باغي، هذا ظالم، هذا يستحق العقاب في الدنيا والآخرة، لكن كافر التكفير بلاء أشد من الإرهاب على فكرة، لأنه يجر الأمة إلى فساد الدنيا والآخرة. فإياكم أن تنجروا للتكفير بأي صورة من الصور. أيضا إياكم أن تنجروا للعنف، هم يدفعوكم دفعا نحو النموذج السوري، وأنا أتمنى عليكم وعلى كل عاقل ألا تنجروا، لأنها مصيبة كما رأيتم يعني حدثت. الكلمة الأخيرة أني متفائل على يعني كل هذا البلاء وكل هذه التضحيات وكل هذه الدماء. هل عمرها قامت دعوة حق إلا على تضحيات؟ وهؤلاء التضحيات يعني بعض الناس يعني يتألم، صحيح نتألم، لكن الله سبحانه وتعالى طيب خواطرنا ومسح على جراحنا بقوله يعني لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وإحنا لما نقول يعني نبالغ في الحي نقول حي يرزق، الله سبحانه وتعالى قال لنا ذلك، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيا من فقدتم يعني أبناء، بنات، زوجات، أزواج، آباء، يعني من فقدتم عزيزا لا تحسبوه شرا لكم، في النهاية هم سبقوكم إلى الجنة بإذن الله. وإن شاء الله الله يهدي الطرف الآخر. شعب مصر شعب متدين يحب الدين، يعني العفو، حتى الفاجر فيهم يحب الدين. ففي النهاية يعني هذا الدين الذي في النفوس سيعيد الناس إن شاء الله إلى الحق، لكن استمرأوا الاستبداد واستمرأوا العسكر، وهذا الذي نريد أن نوقفه. سواء جاء الإخوان أو جاء غير الإخوان ليست هي القضية، سواء جاء مرسي أو لم يأتي مرسي ليست هي القضية. القضية هو إلغاء الانقلاب العسكري الباطل، وأرجوكم لا تخدعوا أنفسكم ولا تخدعوا أحد، هذا انقلاب وليس ثورة. التفاؤل الأخير هو أن ما دام نسمع مثل هذه الاتصالات، نرى هذا الموقف الإعلامي المتميز، نرى هذا الإصرار رغم كل التضحيات وكل التهديدات، أبشروا أبشروا، فالله سبحانه وتعالى وعدنا بالتمكين في الأرض، فاطمئنوا أنه العاقبة للمتقين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور طارق السويدان، الداعية والمفكر الإسلامي. جزيل الشكر لكم فضيلة الدكتور. أشكركم مشاهدينا على طيب